والله يا جماعه انا اتسالت السؤال ده وما عرفتش اجاوب عليه، فقلت وانا بجهز الاوردر بتاع البنت اللي سالتني السؤال ده اسالكم وانتوا تجاوبوني. هدايا الرجاله ايه غير ساعه ومحفظه وبرفيوم؟ لا حد يجاوبنا هنا ويفهمنا، لان البنوته ديت كانت داخله عندنا تطلب اوردر لخطيبها بمناسبه عيد ميلاده، وكانت عايزه تجيب له حاجه مختلفه جدا، وبعد تفكير وتفكير وتفكير جبنا له الثلاث منتجات دولت، ساعه ومحفظه وساعه ومحفظه وبرفيوم. بس اول حاجه بالنسبه للبرفيوم جبنا له البرفيوم بتاع هاجو. حرفيا يا جماعه اكتر من نص شباب مصر بيحطوا البرفيوم ده. طبعا هي اختارته له تستر تركي اوريجينال، الثبات بتاعه عالي جدا، ست صرفه ومكلف. وطلبت له كمان المحفظه ديت باللون اللي هو البني. هقول لكم ليه هي طلبت المحفظه بني دلوقتي، بس خلوني بس اوريكم شكل المحفظه من جوه. عايزه اقول لكم بجد يا جماعه الجلد بتاع المحافظ كله تحفه تحفه، اللهم بارك. بصوا المحفظه بتبقى كريته بالشكل ده، عشان طبعا حاجات الرجاله كتير. من جوه هنا بتبقى جيبين يحطوا فيها الفلوس الورق، ومن النص هنا هوت سوست. ليه بقى طلبت المحفظه البني دي؟ علشان هي خدت له الساعه البني دي، وبالمناسبه هي مش اول عميله على فكره تاخد من الساعه البني دي، بجد طقم مميز جدا على بعض. هجيب له بقى بوكس وهحطه له دلوقتي.